انا قاعد مع معادي على القهوه فبيسالني انهي احسن حاجه احط فيها فلوسي، شهادات الادخار اللي هي لمده 3 سنين ولا اذون خزانه اللي هي 12 شهر. قلت له الصراحه الحيره دي طبيعيه جدا جدا، السوق بيتغير واسعار الفايده بتتحرك، وطبعا الكل بيسال احط فلوسي فين دلوقتي. ففي الفيديو دوت مش هنتكلم كلام نظري وخلاص، هنعمل مواجهه حقيقيه بالارقام، هنقارن ما بين شهادات الادخار واذون الخزانه، وكل دوت عشان نكشف لك وبشكل واضح وصريح مين فيهم اللي هو احسن اختيار لمحفظتك، وده طبعا في الظروف الاقتصاديه اللي هي الموجوده دلوقتي. فجهز نفسك كده وهات كوبايه القهوه بتاعتك، لان المعلومات اللي هتسمعها النهارده ممكن تغير طريقه تفكيرك في الاستثمار الكامل. يلا بينا بعد الفاصل. الاول برحب بيكم في قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد عسال مقدم البرنامج. لو انت مش مشترك في القناه دوس على علامه الاشتراك من هنا كده، وفي علامه جرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها جديده واللايفات اللي بنعملها. يمكن لسه عاملين لايف كده من يوم الجمعه اللي فات كده، كان لايف عن الفايده والحاجات دي كلها. كل شويه بنعمل لايف كده بيفيدك جدا وبنسمع اسئلتك. خلينا نبدا ونتكلم عن الاختيار الاكثر شعبيه في كل بيت مصري تقريبا، وهو شهادات الادخار. ببساطه الشهاده دي هي عقد بينك وبين البنك، انت بتحط مبلغ معين والبنك بيوعدك بمبلغ ثابت. المبلغ ده بيبقى معروف مقدما لمده محدده، واشهرها والاكثر انتشار وهي مده الثلاث سنين، اللي هي بتبقى شهادات البلاتينيه وطلعت حرب والكلام ده. الميزه الكبيره هنا واللي هي بتخلي الملايين بيحبوها جدا هي كلمه واحده بس، هي الضمان. مفيش مفاجآت، مفيش تقلبات، مفيش وجع دماغ ولا حروب ولا الكلام ده كله. العقد اللي اتفقت عليه يا ابن الحلال من اول يوم هو نفسه اللي هتاخده لاخر يوم في مده الشهاده. فالشهاده هنا هي ملاذ امن بيديك راحه بال، بتحط فلوسك وانت عارف بالظبط هتاخد كام ارباح بشكل دوري، سواء بقى شهري او ربع سنوي، وتقدر تعتمد عليها كمصدر دخل اضافي ثابت. وهتلاقي طبعا المصريين خلال الفتره اللي فاتت ربطوا 227 مليار جنيه شهادات في مايو ويونيو. ولكن ونحط تحت لكن دي اكتر من خط، لكل ميزه عيب. ويمكن العيب الرئيسي هنا في عالم الشهادات وهو تجميد الفلوس. فلوسك بتكون محبوسه لمده العقد اللي هم مثلا الثلاث سنين. طب لو احتجت سيوله ضروري، او ظهرت مثلا فرصه استثماريه، مثلا عايز تشتري عقار ولا حاجه كده، فرصه ظهرت فجاه، هنا بتظهر المشكله. طبعا ممكن تكسر الشهاده، بس ده ليه ثمن. البنوك بتسمح لك ان انت تسترد فلوسك بعد 6 شهور على الاقل، لكن هتفرض عليك غرامه وبتخصم نسبه كبيره من الارباح اللي انت اخدتها قبل كده. الخصم ده ممكن ياكل جزء كبير جدا من مكسبك ويخلي قرار الكسر قرار وحش جدا جدا ومكلف. الشهادات هنا اللي هي مناسبه جدا للمستثمر اللي هو بيفكر على المدى الطويل، اللي بيدور على الاستقرار ومش محتاج فلوسه خلال الفتره اللي جايه او قبل نهايه المده. الحد الادنى لشراء الشهاده غالبا بيكون بسيط، بيبدا مثلا من 500 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها على حسب طبعا كل بنك، وده بيخليها في متناول الكل تقريبا، اي حد معاه 1000 جنيه. دلوقتي بقى نروح للاعب الثاني اللي هو الاخف والاسرع، اذون الخزانه. لو الشهاده هي عقد مع البنك، فهنا اذون الخزانه هي كانك بتسلف الحكومه بشكل مباشر في هيئه وزاره الماليه، عن طريق مين اللي بيعمل الكلام دوت؟ البنك المركزي المصري هو اللي بيطرح اذون الخزانه عشان خاطر يمول احتياجات الميزانيه العامه. الميزه الكبيره هنا هي المرونه، عكس الشهادات. اذون الخزانه هنا اجالها قصيره جدا جدا، هنا في 3 شهور 6 شهور 9 شهور او سنه. المرونه دي بتديك القدره ان انت تقدر تعيد تقييم استثماراتك كل كام شهر، وتتكيف مع اي تغيرات حصلت، حرب، الكلام ده كله. وهنا في ميزه ثانيه نقدر نقول ان هي جذابه جدا جدا، العائد دوت بيجي لك مقدما. ركز في الحته دي، العائد بيجي لك مقدما، وده تاني يوم من شراء الاذن. البنك بيخصم قيمه العائد من المبلغ الاصلي وبيديهولك في حسابك فورا. تقدر طبعا تستخدمه او تعيد استثماره، لكن مش كله مميزات زي ما اتفقنا. في هنا عيب مهم جدا، والعيب الابرز هنا في اذون الخزانه وهو الضريبه. العائد اللي بتاخده من اذون الخزانه عليه ضريبه ثابته 20%. الشهاده ما كانتش اصلا في ضريبه. طيب ضريبه اذون الخزانه دي بتتخصم من اصل المبلغ في تاريخ في تاريخ الاستحقاق، ودي نقطه مهمه جدا جدا هتغير الحسابات كلها. وده زي ما هنشوف كمان شويه هنقيسها على شهاده فعلا قسناها في السوق المصري، الشهاده على شهاده بنشوف هنقيس عليها ازاي. العيب التاني ان الاجراءات للشراء اعقد شويه، لازم بقى تروح البنك وفي ايام معينه، واللي هم الحد والخميس، وتقدم بقى طلب قبل ساعه معينه اللي هي تقريبا قبل الساعه 10 الصبح. والحد الادنى للشراء كمان اكتر بكتير، بنقدر نقول الحد الادنى للشراء بيبدا من 25000 ومضاعفاتها. في اذون الخزانه هنا دي للمستثمر اللي هو النشيط، اللي يقدر يروح البنك كل شويه، اللي هو مش محتاج الانترنت البنك، وده المستثمر اللي هو بيتابع السوق، مش محتاج بقى دخل شهري فوري والكلام ده كله. الكلام النظري جميل، بس الارقام ما بتكدبش. خلينا نحط 100000 جنيه في كل اختيار ونشوف اللي هيحصل على مدار الثلاث سنين، طبعا مع الاخذ في الاعتبار الظروف الحاليه والتوقعات للمستقبل. فعندنا كده كام سيناريو على حسب توقعاتنا.
عندنا كده ايه السيناريو الاول، وهو شهاده الادخار الثلاث سنين. ونفترض ان انت اشتريت شهاده ثلاثيه بعائد ثابت ومميز بيوصل ل 18.5% سنويا، ودي موجود دلوقتي. العائد ده بيصرف شهريا، وهو عائد موجود ايه في البنك الاهلي المصري. طيب العائد السنوي ده احنا قلنا ايه 100,000 جنيه. فالنهارده 100,000 جنيه دي لما نضربها في 18.5% تطلع لنا كام؟ 18,500 ده في السنه. فالعائد الشهري هنا لما نقسم ال 18,500 على 12 هيطلع لنا حوالي كام؟ 1542 جنيه كل شهر. يبقى هنا اجمالي العائد كام بعد 3 سنين؟ هنضرب ال 18,500 في الثلاثه اللي هي 3 سنين، هيطلع كام؟ 55,000 جنيه ونص. طبعا ايه صافي مضمون بدون اي بقى ضرايب. بعد 3 سنين هيكون ايه معاك اصل المبلغ اللي هو 100,000 جنيه مع ايه ال 55 ونص. ارباح النتيجه دي واضحه جدا جدا ومريحه للاعصاب، مفيش اي فيها ايه تغير، انت عارف ايه انت اللي ليك واللي عليك. السيناريو الثاني معانا وهو اذون الخزانه، مع طبعا ايه هنقول ايه افتراض اعاده الاستثمار، لان اقصى حاجه ليها ايه قلنا 12 شهر. وهنا بقى الحسابات بتبقى مثيره جدا. ليه؟ هنفترض ان انت هتستثمر اذون الخزانه لمده سنه، وبعدين تعيد الاستثمار المبلغ الاصلي في اذون الخزانه ايه كل سنه لمده 3 سنين، عشان ايه نقدر نقارنها بالشهاده. فهنيجي السنه الاولى عندنا هنفترض مثلا متوسط العائد على اذون الخزانه لمده سنه اللي هو كان الطرح بتاع الاسبوع اللي فات 27%، وده طبعا ايه رقم قلنا واقعي. العائد الاجمالي قبل الضريبه قلنا ايه 100,000 جنيه. ف 100,000 جنيه في ال 27% اللي قالها البنك المركزي طلعت 27,000 جنيه. حلو جدا. بس في هنا قلنا ايه ضريبه 20% من العائد. فال 27,000 جنيه طلعت لنا هنضرب في 20% يطلع لنا ايه 5,400 جنيه دي ضريبه. فصافي العائد هنا عن السنه الاولى هنعمل ايه ال 27,000 جنيه ناقص ال 5,400 يطلع لنا 21,600. خلصت كده حكايه؟ لا لا لا، في رسوم امناء حفظ اللي هو ايه عموله الشراء. طب دي كام؟ 2.5% بحد اقصى كام؟ 1000 جنيه. يعني ال 100,000 جنيه في 2.5% يطلع لنا 2,500. بس احنا قلنا الحد الاقصى 1000 جنيه، فهناخد ال 1000 جنيه مش ال 2,500. يعني صافي العائد هنا كام بعد الخصومات دي بقى كلها؟ يطلع 20,600. فكده طبعا اذون الخزانه هتقول لي اعلى بكتير جدا من الشهادات. ليه؟ الشهاده كانت تديني في السنه 18.5، لكن هنا اذون الخزانه بتديني في السنه 20,600 فاعلى. ولكن طبعا في علم الغيب، لكن في عامل الحسم هنا وهو ايه قرارات البنك المركزي المصري وتوقعات اسعار الفايده. وهنا بقى اللعبه اللي هي الحقيقيه. ليه؟ اداء استثمارك في السنين الجايه ده بيعتمد بالكامل على قرارات البنك المركزي، وكل التوقعات الاقتصاديه بتقول ان مصر بدات في دوره ايه خفض الاسعار الفايده من ايه من مايو 2025، ومن المتوقع ان الفايده تستمر في النزول. وده معناه ايه لحساباتنا؟ السنه الجايه لما اذونك يعني او اذون الخزانه بتاعتك تخلص ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تستثمر ب 100,000 جنيه تاني. العائد هنا مش هيكون 27% زي اللي هو الموجود الايام دي، ولنفترض ان هو ايه نزل ل 20%، وده طبعا توقعات كلها بنوك الاستثمار والكلام ده كله، وطبعا العائد ده قبل الضريبه. ف 100,000 جنيه دي هنضربها في السنه الثانيه في 20% هتطلع 20,000 جنيه، وفي 20% ضرايب. فال 20,000 جنيه في 20% يعني في 4,000 جنيه ضرايب. فصافي العائد هنا كام؟ 20,000 جنيه ناقص ال 4,000 جنيه ضرايب ناقص ال 1000 جنيه عموله اللي هي عموله الشراء، هتطلع كام؟ يبقى كده صافي السنه الثانيه 15,000 جنيه. والسنه الثالثه طبعا مع استمرار نزول الفايده، ونفترض ان العائد قل اكتر ووصل ل 17%، مش هقول لك بقى نزل. هنا نلاقي الاجمالي كام؟ 100,000 جنيه. طبعا في 17% هيطلع كام؟ هيطلع 17,000 جنيه. في ال 20% ضرايب هيطلع كام؟ هيطلع 3,400 جنيه. يعني صافي العائد هنا في السنه الثالثه هيبقى 17,000 جنيه ناقص ال 3,400 جنيه ضرايب ناقص ال 1000 جنيه عموله، يطلع لنا كام؟ يطلع لنا 12,600. ده ايه؟ ده في السنه الثالثه. فلما نيجي هنا للمواجهه بقى النهائيه بالارقام هنلاقي ان اجمالي صافي ارباح الشهاده بعد 3 سنين قلنا كام؟ 55,500. واجمالي صافي ارباح اذون الخزانه بعد 3 سنين هنلاقي ايه؟ 20,600 للسنه الاولى، و15,000 للسنه الثانيه، و12,600 للسنه الثالثه. يطلع كام؟ 48,200. الفرق واضح جدا. الشهاده اللي انت ثبت هنا فيها سعر الفايده عالي لمده 3 سنين حمتك من نزول اسعار الفايده المتوقع. لكن صعب اذون الخزانه طبعا ايه رغم المرونه اللي معاه ان هو ايه وقع ضحيه تراجع العوائد سنه بعد سنه. ولكن عيد تاني
دي حسب توقعاتنا لقرار البنك المركزي المصري. طب الخلاصه هنا تختار دي ولا دي؟ دلوقتي بعد ما شفت الارقام بنفسك القرار هنا بقى اوضح. مفيش اجابه واضحه صح للكل، لكن في اجابه صح، وايه هي؟ ان انت تختار شهادات الادخار لو انت مستثمر طويل الاجل، هدفك ان انت تحافظ على فلوسك وتنميها بشكل ثابت على مدار 3 سنين، وبتدور على الاستقرار وراحه البال، وطبعا عايز دخل شهري ثابت ومضمون تخطط على اساسه من غير قلق من تقلبات الاسواق والكلام ده كله او حسابات الضرائب، ومتوقع ان اسعار الفايده هتنزل. انت كده شايف ان تثبيت سعر فايده عالي دلوقتي على الشهاده هو حركه ذكيه للمستقبل، وده طبعا ماشي مع توقعات المحللين. لكن لو انا مثلا اتكلم كمحمد اختار طبعا اذون الخزانه. ليه؟ انا من نوع المستثمر قصير الاجل شويه، يعني مستثمر مش بحب الثلاث سنين والكلام ده كله، وعندي هدف مالي خلال سنه او سنتين بالكتير، وعايز فلوس تفضل سايله عشان اكون جاهز لاي فرصه تظهر، مش محتاج دخل شهري، وافضل اخد العائد مقدما، ومستعد اتحمل المجازفه اللي هي بتاعت ان ممكن العائد ما ينزلش او ممكن يحصل اي ظروف تخلي البنك المركزي يفضل في دوره اللي هو التجديد النقدي، فساعتها بقى انا هنا عندي اذون خزانه اقوى، ودي في الاخر مجازفه، بالذات ان الفرق ما كانش كبير قوي مع مع الارقام اللي احنا قلناها. بالنسبه لي في النهايه الاختيار بين الشهادات واذون الخزانه مش سؤال عن الصح والغلط، مفيش صح وفيه غلط، ده سؤال عن الانسب ليك ولاهدافك خلال الفتره اللي جايه. ودلوقتي عايز اسمع منك بناء على اللي انت شفته النهارده هتختار انهي طريق؟ هل هتلجأ للشهادات ولا هتختار مرونة وسرعة أذون الخزانة؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وشاركنا استراتيجياتك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل خاصية الجرس عشان تكون أول واحد يعرف كل جديد وتاخد دايما قرارات مالية ذكية ومبنية على المعرفة. شكرا لمتابعتكم واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.